يا مساء السعادة على عيونكم. هنعمل مع بعض النهاردة صلصة الطماطم. طبعا الطماطم اليومين دول سعرها حلو قوي. طبعا تقريبا كل الخضار في الشتاء بيبقى سعره حلو. كمان هتنفعك لرمضان او وقت مثلا انت جاية من مشوار، جاية من الشغل، يا دوبك هتطلعي الكيس من الفريزر وتحطي على النار على طول. بتخبطيه خبطتين كده، ومثلا هتعملي مكرونة او كده. هنا بقى اول حاجة الطماطم اللي انا جبتها بغسلها كويس قوي. بصي الطماطم يعني مثلا ما تجيبيش كمية كبيرة كده مرة واحدة عشان ما تمليش. يعني انا عن نفسي بعمل كده، تجيبي مثلا 4 5 كيلو مرة، وتغسليهم وتعمليهم، تنزلي مرة تانية تجيبي 4. يعني مش مرة واحدة تجيبي بقى في ناس بتجيب كمية كبيرة، بصراحة بتبقى حاجة مملة. لو انت مش بتحبي كده خلاص براحتك. يعني هنا بقى خلاص بقى بعد ما بغسلها بقطعها يا دوبك نصين، وبحطها في حلة على النار، واول ما بتغلي غلوتين كده هتلاقيها منزلة مية صفرة كده بتكبيها وتسيبيها على النار تكمل سوا. يعني غلوتين 3 كده تلاقيها بقت طرية. تطفي عليها وتسيبيها تبرد خالص، وبعدين بقى بنضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى بتقسميها على قد الطبخة. طبعا كل واحد على قد افراد اسرته هتحطيها بقى في اكياس في الفريزر. طبعا بقى جيتي من بره مستعجلة هتعملي حاجة، هتطلعي يا دوبك من الفريزر وتروحي خبطها خبطتين وتحطيها في الحلة. مثلا هنعمل مكرونة على طول، مفيش وقت، هتعملي فاصوليا بزلة اي حاجة، بتبقى حلوة اوي وتبقى سريعة يعني. هنا بقى انا خلصت ضربت بقى الكمية كلها، بحطها بقى في اكياس. بحط بصي في الطبق كده بتسهل عليكي، وتروحي بقى مفضية بقى منها الهوا بالشكل ده كده. عشان بقى لما تيجي ترصيها بقى في الفريزر ما تبقاش مكلكعة عندك. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هوريكم كمان واحدة سهلة خالص. انا بحس ان دي اسهل طريقة لصلصة الطماطم. صراحة انا بجربها بعملها كده على طول، بتريحني يعني. طبعا بقى في ناس لو انت بتحبي تصفيها، طبعا دي بتبقى حلوة قوي للمحاشي. لو انت بقى عايزة تصفيها بتصفيها عادي بالمصفى، لو مثلا هتعملي بقى خضار او كده. بخلص بقى الكمية كلها وبحطها زي ما انتوا شايفين كده، وبسحب بقى واحدة واحدة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.